تخيل معايا عزيزي المتابع ان حياتك ومصيرك يتغير كله ويتقلب 360 درجة وحياتك تنقلب رأسا على عقب بفضل كلمة واحدة بس. كلمة واحدة بس قدرت تحول حياة إنسان من شخص بسيط وشخص عادي جدا إلى شخص يتابعه الملايين على جميع المواقع السوشيال ميديا الخاصة بيه. كل دول العالم كرمته، كل الصحف العالمية والمنصات الإلكترونية اتكلمت عنه، وكل التغيير ده حصل بفضل كلمة واحدة بس بيقولها في خلال 8 ل 9 ساعات في يومه. والكلمة دي كانت وش السعادة عليه وحولت له حياته وفتحت له باب واسع من الرزق لا يعد ولا يحصى، وكل ده بفضل كلمة واحدة بس. ايه هي الكلمة دي اللي كانت كفيلة ان هي تغير حياة شخص بسيط الى شخص الملايين من جميع انحاء العالم بتتكلم عليه وبتتكلم عن قصته الملهمة؟ الكلمة كانت مترو this way. مترو this way. مترو this way. اهلا بيك عزيزي المتابع في حكايه جديده من حكاوي رون المصري. حكايه النهارده حكايه السوشيال ميديا كلها اتقلبت عليها. السوشيال ميديا مش في مصر ولا في الوطن العربي، لا لا لا، السوشيال ميديا في جميع انحاء العالم. الحكايه النهارده حكايه شاب عنده 23 سنه قرر ان هو يلهمنا بمناسبه مونديال كاس العالم قطر 2022، يلهمنا درس مهم جدا. الشخص ده والقصة اللي هنتكلم عليها النهاردة قصة أبو بكر عباس. قبل ما نخش في القصة اللي قلبت السوشيال ميديا وقلبت المونديال وحولت أبو بكر عباس من شخص بسيط عادي إلى أيقونة المترو وأيقونة المونديال، بطلب منك عزيزي المتابع جهز مشروبك المفضل واللذيذ علشان تستمتع بقصة النهاردة، لأنها قصة ملهمة جدا وقصة هتعلمنا درس رائع، ان السعي مطلوب بس لازم مع السعي شوية رضا وشوية استمتاع. يلا عزيزي المتابع جهز مشروبك المفضل. انا جهزت مشروبي المفضل، كوباية شاي من الفراولة ماركة دلمة. هذا الفيديو ليس اعلان لدلمة. يلا عزيزي المتابع جهز مشروبك المفضل ويلا بينا نبدأ حكايتنا مع ابو بكر عباس ايقونة المترو والمونديال قطر 2022. جميل، حفظنا. يلا بينا نبدأ. بدأ مونديال قطر 2022 وحقيقي كان كل حاجة وما زالت إلى الآن كل حاجة بتحصل في مونديال قطر 2022 فوق الخيال، وما كناش متوقعين هذا المستوى من الجمال والتنظيم وكل حاجة حلوة. وطبعا قصص وحكاوي المونديال كتيرة لا تعد ولا تحصى، المباريات والماتشات ومين خرج ومين كمل ومين هيفوز بكأس العالم الله أعلم. في وسط الحكايات والمغامرات اللي حصلت اتولدت قصة بطلنا النهاردة. حكاية النهاردة حكاية مهمة جدا بتعلمنا ان انت طول ما انت بتعمل عليك ومستمتع وراضي اكيد ربنا هيعوضك بحاجة لا تخطر على عقل بشري، وهي دي حكاية ابو بكر عباس. ابو بكر عباس شخص بسيط جدا، شاب عنده 23 سنة من كينيا، بلد افريقية متوسطة. الشاب ده شاف ان مونديال كاس العالم بالنسبة له فرصة، هو مش لاقي فرصة كويسة في البلد اللي هو عايش فيها، فالراجل عايز يجتهد وعايز يحسن من دخله، فقرر ان هو يخش على الويب سايت بتاع المونديال على الانترنت ويقدم على كل الوظائف المتاحة. دي محاولة سعي متاحة بالنسبة له. الراجل قاعد يقدم 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 لحد لما جت له اكتر وظيفة مملة على الكوكب. ايوه، مطلوب منه ان هو يفضل قاعد على كرسي لمدة من 8 ل 9 ساعات ماسك المايك ولابس كف كده في ايده عليه رسمة المونديال وما بيقولش غير كلمة واحدة بس:
كلمة واحدة بس لمدة 8 ساعات، هي دي وظيفتك في الحياة ان انت مفروض تعملها. تخيل انت شاب عندك 23 سنة بتقرر انت تسافر وتتعب وتاخد كل الريسك ده عشان تتقبل في وظيفة مملة جدا 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 جدا. ابو بكر عباس ما كانش عنده اوبشن ان هو يختار يقول ايه الملل ده، يعني ايه الوظيفة اللي اقعد 8 ساعات بقول مترو ذيس واي مترو ذيس واي، ايه يا جماعة؟ لا لا لا، واحد غير عباس كان يقول لهم يلا خلاص بقى هعمل ايه، ما جتليش حاجة عدلة واكيد ممكن مرتب ما يكونش مجزي. بس ابو بكر عباس قال لا خلاص هو ده نصيبي، انا عملت اللي عليا وقدمت في كل الوظايف، ما قداميش حاجة اللي انا ايه اروح واجرب حظي واشوف هعمل ايه. فعلا ابو بكر عباس سافر من كيرنيا بلده، راح على قطر واستلم وظيفته وبدأ المونديال. بدأ مونديال قطر 2022 ومعاه بدأت وظيفة أبو بكر عباس إن هو يقعد على الكرسي ماسك المايك لابس الجف في إيده بيرشد الناس على اتجاه المترو، وفضل يقول لهم مترو this way. أبو بكر عباس عارف إن هو لازم يسعى وعمل اللي عليه مترو this way، وفضل 8 ل 9 ساعات ما بيعملش الحاجة دي. بس أبو بكر حب يعلي المستوى بتاع الشغلانة بتاعته. يعني ايه؟ الراجل ده بيقعد من 8 ل 9 ساعات ما بيقولش غير كلمة واحدة بس، غير ممكن يشتغل الشغلانة دي ويبقى مش طايق نفسه ويقول يا رب ايه اللي انا عملته في نفسي ده، انا سبت بلدنا وسافرت عشان افضل اقول مترو ذيس واي، ايه المال اللي انا فيه ده، وكمان باخد حاجة مش مالين. لكن ابو بكر كان راضي جدا لدرجة ان هو قرر يستمتع بالشغلانة بتاعته. ايوه هو راضي، وقرر كمان ان هو يعلي ليفل الرضا. لا انا مش راضي بس، انا كمان هستمتع وانا بشتغل شغلانة مملة. ابو بكر قرر يحولها لشغلانة مش مملة خالص، وطلع كل الكرياتيفيتي اللي عنده في الشغلانة بتاعته اللي هي ايه؟ اللي هي مترو ذيس واي. بدأ ابو بكر يتفنن في ازاي يقول كلمة مترو ذيس واي، شوية يغنيها، شوية يلحنها، شوية يقولها بطريقة غريبة، شوية يبتكر بيها، لحد لما الجماهير بدأت ايه تسنك معاه. الراجل ده بيعمل حاجة غريبة وفاني كده بطريقة زي مش مترو، لا الراجل ده بيدلعنا، الراجل ده يعني مدينا اجواء لذيذة. بدأت الجماهير تتفاعل مع كلمة مترو ذيس واي، كل لما يروح عند المترو يشوفوه وهو بيعمل حركات لطيفة وبيعمل لهم حركات فاني بكلمة مترو ذيس واي. كل ده هو ما غيرش شغلانته، هو غير الطريقة اللي بيعمل بيها الشغل بتاعه. يعني هي كلمة مترو ذيس واي بدل ما يقولها مترو ذيس واي، هو ابتكر ازاي يستمتع ويخلي الناس اللي تعدي من حواليه يستمتعوا بالشغلانة بتاعته. ومن ساعتها الجماهير بدأت تتفاعل معاه، الجماهير بقوا بيغنوا معاه، الجماهير بقوا بيروحوا يتصوروا معاه ويصوروه وهو بيقول الكلمة مترو ذيس واي بالطريقة المبتكرة بتاعته. الجماهير بدأوا يعملوا فيديوهات وينزلوها على السوشيال ميديا، ومن هنا بدأت المعجزة تحصل. المعجزة حصلت ان الفيديوهات اللي نزلت لأبو بكر عباس انتشرت على مواقع السوشيال ميديا بطريقة لا تعد ولا تحصل، جو فايرال، لدرجة ان الناس اعتبرت أبو بكر عباس أيقونة المترو والمونديال. وبدأت الصحف العالمية تتكلم عنه، وبدأت المنصات الإلكترونية تتكلم عنه، لدرجة ان الشيف براك راح عند ابو بكر وعمل الحركات بتاعته اللولبية دي، قلب حلة المحشي، وابو بكر عباس بيقول له ايه مترو ذيس واي. متخيلين بس الشهرة اللي وصل لها؟ ده كفاية، ده احنا لسه هنكمل، لا احنا هنتخيل بس لحد الشيف براك اللي بيتابعوا ملايين الملايين من جميع انحاء العالم يروح عند ابو بكر ويتصور عنده وهو بيعمل حركته المشهورة. شايفين الكرم ده؟ لسه كرم ربنا مستمر علينا. بدأ صيته يزيد
وبدأت دول العالم تنبه. قطر ازاي قطر هتسيبه وما تستغلوش وتستفيد منه؟ قطر قدمت له حاجات ومزايا لا تعد ولا تحصى. اول حاجة مدت له الفيزا بتاعته لمدة 2 سنين، سفير المترو في قطر. تالت حاجة له الصوت بتاعه وهيتحط في المترو عشان يبقى صوت استرشادي لأي حد عايز يستخدم المترو. كل ده قطر. طبعا هدايا بقى من جميع البراندات لا تعد ولا تحصر. انسوا لسه كمان ده كل ده دولة قطر. اما بقى اللجنة المنظمة لكأس العالم فدته دعوة VIP علشان يحضر ماتش امريكا وانجلترا، وقبل ما الماتش يبدأ ينزل يقول كلمته الشهيرة مترو this way علشان الجماهير في الاستاد تتفاعل معاه وكله يندمج معاه. وفعلا نزل ارض الملعب في ماتش امريكا وانجلترا، والجماهير في الاستاد كانت متفاعلة معاه، وكان حقيقي منظر خرافة بجد. كان سبحان الله على كرم من يشاء بغير حساب. كل ده لسه كرم من ربنا عظيم. ابو بكر قرر ان هو بقى يبقى مشهور اكتر واكتر ويستغل الشهرة اللي جات له في غمضة عين دي. راح ابو بكر يعمل اكاونتات على كل مواقع السوشيال ميديا، وكل الاكاونتات ارقامها جالها متابعين كتير جدا، وكمان الفيديوهات بتاعته تخطت ملايين من المشاهدات. وبقى ابو بكر بلوجر مشهور ومعروف. وكل ده بفضل كلمة واحدة بس، مترو زيس. دي كانت قصة ابو بكر. قصة ابو بكر مش الكلمة اللي فيها السحر، لا 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 ابدا. قصة ابو بكر بتعلمنا اهم درس في الحياة، السعي. وهنا هنفتكر الآية العظيمة في القرآن اللي بتقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. اسعى واعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا. بس كمان مع السعي لازم يكون في رضا. ايوه لازم تكون راضي ومستمتع باللي انت فيه واللي انت بتعمله. وصدق اللي قال حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. وبكده نكون خلصنا قصة ابو بكر عباس، الشاب الجميل اللي 23 سنة اللي جاي من كينيا عشان يعلمنا اهم درس في دروس الحياة. مبروك ليك يا ابو بكر على الخير والرزق اللي ربنا كرمك بيه وعوضك بيه. اكيد ربنا شايف انت سعيد قد ايه ورضيت قد ايه وعملت قد ايه. اشتغلت بكل سبل السعي المتاحة بالنسبة لك، ما تزمرتش، ما قلتش ايه الشغلانة المملة دي، لا بالعكس انت اشتغلتها بحب واخلاص واستمتاع، وعملت شغلك بس بطريقة مبتكرة خلت الناس كلها تقول ابو بكر عباس هو ايقونة المترو والمونديال. كده نكون خلصنا حكاية النهاردة، حكاية ابو بكر عباس. الدرس النهاردة كان درس ملهم جدا. من حكاية النهاردة اتعلمنا ان السعي مع الرضا بيساوي نتيجة لا تخطر على عقل بشر. وافتكر دايما ان مالك الملوك اذا وهب لا تسألن على السبب، بس ساعتها لما بيوهبك بتكون عامل اللي عليك كله، مخلص كل التاسكات اللي وراك وانتظر كرم ربنا عليك. مبروك عليك يا ابو بكر عباس، بجد قصتك تستحق. ربنا يوفقك إلا ما هو قادم ويرزقك من كل ما تحتسب يا رب، ويرزقك كل أنواع الخير إحنا وإياك. بس كده عزيزي المتابع نكون خلصنا حكاية النهاردة، حكاية أبو بكر عباس أيقونة المونديال. واهم درس تعلمناه النهارده ان احنا نسعى ونعمل اللي علينا والنتيجه دي بتاعه ربنا. اشوفكم ان شاء الله في حكايه جديده من حكاوي الرون المصري. لو عجبتكم الحكايه دي ما تنسوش تشيروها مع اصحابكم على الفيسبوك او على الانستجرام او على الواتساب. صدقوني الحكايه دي مهمه جدا وفيها درس عظه لينا، وخصوصا في الايام اللي احنا فيها دي. اسعى، اعمل عليك، استمتع، حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. طالما قبلت ان انت تشتغل الشغلانه دي اشتغلها بحب ايا كان الوضع اللي انت فيه. صدقني ملك الملوك هو المطلع، هو الرزاق، هو اللي شايف انت تستحق ايه، وهيرزقك باللي انت لا تتخيله في
في الوقت واللحظة المناسبين ليك. اشوفكم ان شاء الله يا حبايب قلبي في حكاية جديدة من حكاوي رون المصري. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وانتظروا حكاية جديدة قريبا من حكاوي رون المصري. اشوفكم على خير. باي باي. رون المصري. وما تنسوش مترو this way. مترو this way.